بغض النظر ان ليفربول كسب تشيلسي في نهائي الكاس، ايوه وبعدين؟ وسواء كان المكسب ده مستحق ولا مش مستحق، واللغط التحكيمي اللي حصل لصالح ليفربول او حتى لصالح تشيلسي، كل ده بالنسبه لي مش مهم دلوقتي. ايوه امال ايه المهم بالنسبه لك يا جهبذ العرب؟ اشجينا. انا بس في سؤال محتاج اعرفه وافهمه، هو ايه اللي بين ابو تريكه وبين تشيلسي؟ اقول لك انا اللي بين ابو تريكه وبين تشيلسي ان ابو تريكه كان عايز يتجوز ام تشيلسي وتشيلسي ما رضيش. لان الموضوع بجد بغض النظر عن كره القدم وصل لمستوى مستفز. ممكن كل شيء جايز. يعني من بداية الموسم من الجولة الأولى تشيلسي وليفربول، وأنا شايف أبو تريكة مش بينتقد تشيلسي عادي. ممكن كل شيء جايز. خلينا مع الهجاص لحد مدخل ابو جرجاس. لا، ده أبو تريكة بيتعمد إن هو يستفز جمهور تشيلسي. بس كده يا سيدي. تلاقي أبو تريكة طول ما هو قاعد بيتكلم عادي، أول ما تيجي سيرة تشيلسي الموضوع بيقلب براتح بلدي. بتقلب براتح بلدي؟ ابو تريكه احسن محلل في قنوات بين سبورت من ساعه ما اتفتحت. انت بتشرب سبيرتو احمر ولا بتفطر جاز ولا ايه حكايتك بالظبط؟ ولا انت بتشجع كوره ولا انت بتاع ليفت ولا ايه؟ وتحس فيه غل وكراهية طالعين من بق أبو تريكة، أنا مش عارف سببهم إيه. ايوه ما كانش فيه كراهيه عشان كان فيه محبه وابو تريكه خاطب تشيلسي، ولما تشيلسي ما وافقش على الجوازه فابو تريكه بقى فيه كده ايه، غل من ناحيته. والفكرة إن الكراهية الزيادة دي ما كانتش موجودة في المواسم اللي فاتت خالص. ايوه ما هو اللي انت ما تعرفوش ان ابو تريكه كل جمعه بعد الصلاه بيشتري ب5 جنيه استفزازه وهو مروح. فانا مش عارف ايه اللي ظهر فجأة خلى ابو تريكة وهو بيتكلم على تشيلسي تحس ان هو بيترعش كده وبيتهز من كتر ما هو متعصب ومستفز من الفريق ده. هل قصة انتقاله لفريق تشيلسي في 2008 وفشل الصفقة ممكن يكون ليها دور؟ ممكن كل شيء جايز. ولا مثلا بما ان هو بيحب محمد صلاح فمشجع ليفربولي في حركة كايسيدو ولافيا مضايقاه قوي للدرجة دي؟ الله اعلم، ممكن تكون حركه كايسيدو لافيا هي السبب. قول يا جهبذ العرب، قول يا ترعه المفهوميه. والمشكله ان انتقاد ابو تريكه مش مبني على نتائج ولا على ارض الواقع، لان انتقاد ابو تريكه لتشيلسي جاي من شهر 8 اللي فات قبل ما تشيلسي اصلا يلعب اي ماتشات في الدوري. ازاي يعني انتقاد ابو تريكه مش مبني على نتائج ولا على ارض الواقع؟ ده دايما الكلمه اللي في بقه اللي بيقولها على طول، دي فرقه المليون باوند في كل ماتش بيخسروه ودايما هزايم. والانتقاد مستمر سواء تشيلسي كسب او حتى تشيلسي خسر او تشيلسي قدم مباراه كويسه، ابو تريكه بالنسبه له تشيلسي بيترج كده قدامه ما بيعرفش يتكلم. على فكره لما بيكسبوا وبيلعبوا كويس ابو تريكه بيتكلم كويس عنهم. اما بقى عن الغل والحقد والرجه اللي انت عمال تحكي عنها دي مش هتسمى غير حاجه واحده بس، ان انت عايز تركب الترند، وباين قوي جوه عينيك فتحاك يعني ان انت غلاوي ومش بتحب ابو تريكه بس كده. وانا بصراحه كمشجع تشيلساوي وكمتابع لكره القدم، لا معلش ايه متابع لمين؟ كره قدم يا ابني؟ انت تروح تبيع لفت على الناصيه ولا جرجير؟ انت ما تعرفش اي حاجه عن كره القدم. على فكره كره القدم مربعه، بالنسبه لك انت مربعه. مش بدفع اشتراك في بين سبورت علشان اتفرج على المهزله دي كل اسبوع. محدش طلب منك تعرفنا انت مشترك في بين سبورت ولا لا، ثم انك ممكن تنزل على القهوه بكوبايه ب 10 جنيه تقعد تتفرج على الدوري الانجليزي كله وعلى كل الماتشات اللي على بين سبورت. هتصدعنا وتطلع تعمل لك فيديو وتعمل لي فيها محلل كره. فلازم بين سبورت تاخد موقف قوي تجاه القهوه البلدي اللي انا بتفرج عليها كل ماتش بيطلع فيها ابو تريكه بيتكلم فيه عن تشيلسي. انت اتكلمت عن الاشتراك بتاع بين سبورت وقلنا ماشي، انما عايز بين سبورت تاخد اجراء ضد ابو تريكه اللي هو اصلا بسببه القناه بيتفرج عليها ملايين الناس. انت عبيط؟ هل انت عبيط؟ هل انت متخلف؟ انت مجنون يا ابني؟ انت منين ياض؟ يخرب بيت سنينك، انت مخك فيه ايه؟ ابو تريكه امير القلوب وعم الناس، عايز تمشيه من بين سبورت؟ يا جاحد يا ابو قلب قاعد، ده انت الاهلاويه هيفلقوا دماغك. لان بجد كفايه كده. سيبوا لي رايكم في الكومنتات تحت. سلام. ما تنسوش تسيبوا له رايكم في الكومنتات. سلام. ده انت مخك تعبان اقسم بالله. غير نشاطك يعني ممكن تبيع فجل وجرجير على التيك توك عادي، انما ما تتكلمش على عم الناس. انت عايز تركب الترند وخلاص اقسم بالله ما تعرف حاجه عن الكوره ولا عمرك شفت كوره، وجبت تيشيرت ب70 جنيه من اي ستور جنبك ولبسته عشان تبين يعني انك بتشجع تشيلسي وبتشجع كوره والكلام ده، وحاطط لي رصه تيشيرتات كوره عشان تبين انك واد كروي يعني. روح اتكلم على حد غير ابو تريكه، عشان ما فيش اي بني ادم عاقل سواء اهلاوي او زملكاوي او اي حد في مصر هيأيدك في الكلام اللي انت بتقوله دوت، علشان عارفين ان ابو تريكه احسن محلل في بين سبورت في تاريخها. سلام زي ما انت بتقول. سلام عليكم.